هذا اليوم وصلنا إلى قضاء القائم وبالتحديد على الشريط الحدودي في منطقة الباغوز، وزيارتنا هذا اليوم تستهدف إلى الاطلاع على كل الاستعدادات وكل التحضيرات، وأيضا جاهزية قيادة قوات الحدود هنا في قاطع لواء مغاوير قيادة قوات الحدود القيادة السادسة. وطلعنا على التحصينات، أيضا كذلك عقدنا اجتماع مع الإخوان قادة المناطق وآمري التشكيلات بحضور قائد قوات الحدود وقائد عمليات الجزيرة، وطلعنا منهم على كل التفاصيل. أيضا جهد الاستخبار اللي موجود اللي يتابع تطورات الأمنية في الجانب السوري. نطمن كل العراقيين إجراءاتنا وأمن الحدود مطمئن تماما، لدينا خطوط دفاعية متماسكة، خطط رصينة وضعت من قبل كل قادة المناطق وأمري التشكيلات، وبالمزاملة مع إخوانهم في الجيش العراقي والحشد الشعبي، الكل متواجدين في هذه المنطقة ويحرسون حدود العراق بثقة وأمانة. إن شاء الله الأمور مطمئنة هنا، وإحنا بالضبط الآن يعني في هذه المنطقة. لاحظ حجم التحصينات اللي موجودة وحجم الانتشار اللي موجود، القطاعات العسكرية كافية، موجود اسناد جوي، مواصلات كفؤة. يعني لاحظنا معنويات عالية من قبل المقاتلين، إمكانياتهم الإدارية ممتازة جيدة، جاهزيتهم القتالية، أسلحتهم، آلياتهم. فحصنا الكثير من الخطط النارية بالاشتراك مع الإخوان في الجيش العراقي. موضوع دفاعي متماسك من كل النواحي، وبنفس الوقت هناك يعني معنويات عالية، وأيضا القادة والآمرين خططهم جيدة.